تفاصيل ما حصل للشيخ مهدي العقربي بعدن في اليمن. الشيخ مهدي العقربي هو أحد وجهاء وشيوخ منطقة بئر أحمد ومحافظة عدن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ مهدي العقربي تعرض لجريمة قتل بشعة ووحشية، بل عملية اغتيال غادرة ووحشية عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد ابن تميمة في منطقة بئر أحمد. بعد وأثناء خروجه من المسجد مسلحون مجرمون قاموا بإطلاق النار عليه بدم بارد وبكل وحشية، مما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات، وفر المسلحون المجرمون من موقع الجريمة. تم نقل الشيخ مهدي إلى المستشفى الأمريكي بعدن وهو بحالة خطيرة جدا 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 وبحالة حرجة جدا. الأطباء حاولوا إنقاذ حياته، لكن للأسف قبل قليل أعلن عن وفاته. الأجهزة الأمنية اليمنية حضرت إلى موقع الجريمة وباشرت التحقيقات، وكثفت من عمليات البحث والتحري وجمع معلومات كافية من أجل الكشف عن هوية القتلة وإلقاء القبض عليهم بأسرع وقت. مما إن هذه الجريمة البشعة الكل يتساءل عن ما سبب هذه الجريمة البشعة التي شكلت حالة من الصدمة في الشارع اليمني وخاصة في محافظة عدن. أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك حالة من الحزن الشديد جدا جدا على مقتل الشيخ مهدي العقربي بهذه الطريقة البشعة والمروعة، والمطالبة بسرعة إلقاء القبض على القتلة ومحاسبتهم والقصاص والإعدام لهم. رحم الله الشيخ مهدي العقربي، وربنا يا رب يجيب له حقه من هؤلاء المجرمين القتلة. ولحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم. ما تنسوش دعمكم الدائم للقناة باللايك والشير والاشتراك من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.